بعد الكلام الحلو ده بقى مفيش قواله تاني. هنرجع نعمل اكلتنا. احنا ولعنا على المحشي. بعد ما بتحشيه كده بالخلطه العاديه تقدري تضيفي لحمه مفرومه او فراخ او اي حاجه تحبيها. اي حاجه تحبيها تقدري تضيفيها فيه. سهله قوي وما فيهوش اي مشاكل. انا ده حطيت له طبعا شويه ميه يستوي فيهم. ممكن انت تضيفي شوربه زي ما تحبي، بس هتزودي العقد شويه لسبب ان البصل بيبقى ناشف. البصل بيبقى ناشف فعقده يزيد شويه عشان من عبال ما يغلي ويستوي يا دوبك يبقى مستوي ومعاكي حلو زي الفل. وده البصل اللي احنا خدناه من القلب مطرح ما قورنا، خدنا منه شويه حطيناهم في الخلطه والباقي هنستخدمه في الرز. ناخد طاسه بقى. الطاسه دي هنحط شويه زيت مش كتير، نشوح فيهم. مش هنقليها، مش هنقلي الكوسه. هناخد شويه زيت نشوح فيهم الكوسه، ومن بعدها في نفس برضو شويه الزيت هنعمل الدقه بتاعتها والخلطه. دي أكلة خفيفة وحلوة وسهلة وتتعمل معاك بسرعة. ممكن تعمليها وجبة أو سلطة زي ما تحبي، سهلة معاكي. أم بطة، ازيك يا ام توته؟ يا أختي بدأت وحشتيني بالضحك. وحشتيني وحشتيني وحشتيني. إن شاء الله تسلمي، بدأت بالضحك وضحكتك حلوة. الله يخليك. وحشتيني يا ام قلب كتير. وحشتنا ضحكتك وحلاوه بسمتك. رمضان كريم بيكي ويبقى احلى ليكي يا ام قلب كبير. يا مخرج انت مية مية، هديتنا احلى هديه يا ام توته. شوقتينا وباكلك شبعتينا. حبيناكي وكانك حته مننا، حبيناكي وكانك من حقنا. علقتينا بيكي وحببتينا فيكي، مش ممكن نقدر ننسى. وحياة قلبي انا بهواكي. عشقي ليكي ملوش حدود زي عشق الام المولود. دخلت قلوب الناس وفكرتيهم باجمل الاحساس.